والله مش منطقي. والله العظيم بجد احنا جبنا جونين، واحد فينا وواحد فيهم الاتنين ما يجوش. الجونين ما يخشوش في استراليا. يعني كابتن حسام حسن اصلا مذاكر الفرقه اللي بيلعبها، مذاكرها، عامل لها مانيفستو وقاعد مراجعها طول النهار، قاعد ما هوش غيرها استراليا. اللعيبه من اول 195 وانت طالع. احنا بنلاعب قوم عاد، مش بنلاعب فرقه، بنلاعب قوم عاد، بنلاعب قاره كامله، منتخب قاره كامله، بسم الله ما شاء الله عليهم. فانا لما اجي ادرس فرقه شبه دي ما ينفعش العبهم الكره العرضيه. اي كره في السماء هي بتاعتهم. لا لا، الراجل لو رفع جسمه كده شويه هيجيبها من فوق، من فوق العارضه بياما. فهم ناس طوال، ربنا مديهم الصحه وطولة العمر والعافيه والطول، ومديهم كل حاجه وبطولات والدنيا زي الفل. احنا كمنتخب مصر لما نلاعب فرقه شبه دي نلاعبها من على الارض. العبها على الارض، ارقص بتاع 1 2 تيكي تاكا، العب بيهم. انما انا اجيب جونين، واحد فيا وواحد فيهم الاثنين من كوره ارضيه. ما انا عايز افهم ايه يعني. انت الكابتن حسام حسن عمل خطه ازاي؟ لعبتهم ازاي؟ انت جبت جونين، الجون بتاع امام عاشور اللي فيهم ده عرضيه، والجون اللي جابه محمد هاني فينا ده عرضيه برضه. يعني ازاي مع الناس دي؟ انت دربتها ازاي؟ ولا جت معانا يا كابتن حسام ولا ايه؟ احنا عايزين نفهم وحد يفهمنا يا جماعه. المنتخب المصري كسب ازاي؟ احنا عدينا من استراليا ازاي؟ من عند الله؟ ده دعاء الشعب ولا ده تكتيك معاكس من كابتن حسام حسن؟ يعني كابتن حسام حسن عمل تكتيك رأفت الهجان مثلا، ان هم عمرهم ما يتخيلوا انك تلعب على الارضيه، فانت تلعب على الارضيه. ما انا مش فاهم احنا كسبنا ازاي بجد والله. احنا المصريين كده، والله العظيم احنا المصريين كده ما بنصدقش الا الاجنبي. احنا نخون بعض، ما نثقش في بعض، ما نثقش الا في الاجنبي. حتى في الفضيحه في الجرصه ما فيش الا الاجنبي. هو الاجنبي اللي هيجيبها لك دغري وصريحه مباشره كده في وشك وشكرا سبحان الله. والبس انت بقى بعد كده زيك شيء عادي، ما فيش اي مشكله بالنسبه لك. سابوا كاس العالم وسابوا المنتخب، وهو ساب منتخب بلده وساب كل حاجه، وجايين يركزوا مع نادي الزمالك دلوقتي. بيبرر موقفه، لا وجايبين لك واحد اجنبي. يعني ده مش، انا مش عارف. يعني نادي بيراميدز على كلام المدرب، على كلام مدرب بيراميدز يوريتيتش، قال لك ان نادي بيراميدز اغلب الاداريين زملكاويه، واغلب العمال زملكاويه، واغلب اللعيبه اللي بتلعب جوه نادي بيراميدز زملكاويه. فاحنا بنجامل الزمالك لما بنواجهه عن النادي الاهلي. ما انت بتبرر موقفك. انت طالع تقول ان الزمالك بيرنك في الدوري، واحنا بنرنك في الدوري يا هورتيتش، بنرنك في الدوري وبنمرمط سمعه كرامه نادي بيراميدز دي في الارض وكله على يعني الزمالك بيروقك. انت كنت مروق الاهلي 3 واحنا روقناك. احنا ما بيهمناش اي حاجه، ما بيجيش معانا اي حاجه. فانت طالع تبرر موقفك، ودي مش معلومه احنا نصدقها لان اصلا مش وقته. انت ما بتفوتش للزمالك، انت بتتغلب من الزمالك. الزمالك ما حدش بيفوت له. يعني انا مش عارف انت مالك يا ابني، انت ومال الزمالك يا ابني. ده وقته يا ابني يا حبيبي، ده وقت. انا صحينا الصبح احنا بنخش على الموقع الرسمي للفيفا قبل ما نبص على اي حاجه، لقينا واخدين ايقاف كده. القضيه رقم 16 لسه حالين 3. واحده صباحك زي الفل بيستفتحك، صباح الفل بيستفتح، لسه نازل الشغل انا هاكل عيش، لقينا ايقاف كده جديد ومعاليك مروقنا على السوشيال ميديا. انا مش عارف انتوا بتطلعوا الناس دي ازاي يا جماعه تتكلم في التلفزيون. يعني واحد زي ريتيتش ده مدرب نادي بيراميدز، انت مالك ومال الزمالك؟ نادي الزمالك ده من 1911 وحتى الان، يعني بتجيب سيرته ليه؟ انت مش حمل نادي الزمالك لا في الملعب ولا بره الملعب. وما تبررش موقفك، انت اتغلبت وتروقت، والزمالك ما حدش بيفوت له. يعني احنا الزمالك احنا زي الفل، ما فيناش اي حاجه، احنا تمام وابطال الدوري على فكره. وما يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني صباح الفل، سلام عليكم.